السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل غدا جامد جدا. فراخ مشويه بطريقه بسيطه جدا. اتمنى ان هو يعجبكم وياريت لايك، وشكرا لاصحابي حبايبي اللي متابعيني. اسفه لو صوتي واطي، والله عندي برد. آه طبعا عملت النهارده غدا بسيط كده وخفيف وسريع. وكمان حاجه العيال بيحبوها جدا. وحبيت كده ان انا مثلا لازم اساسي الشوربه يعني حبيت اقول لكم المعلومه دي. الجو الشتا ده يا جماعه عايز شوربه. بص، انا شويت الفراخ دي بطريقه بسيطه جدا جدا، وطالعه مستويه وزي الفل. بس انا لسه مطلعاها طبعا من الفرن يعني حالا يعني. طالعه مستويه وزي الفل جدا جدا، ما خدتش وقت خالص يعني. بس طالعه مستويه ازاي؟ بس معلش ابني اللي بيصور يعني المقطع ده، فمش عارف يعني يصور كويس. تمام. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو، يا ريت لايك من فضلكم. بصي يا ستي، معانا هنا كده فرخه. الفرخه دي انا جايباها كده 2 كيلو مثلا، او اي وزن يعني. مبدئيا انا بحب الفراخ اللي هي بتتشوي دي. بحب الفراخ الصغيره. انا غسلتها كويس جدا بملح ودقيق وكده، وشطفتها كويس جدا جدا. معايا التوابل بتاعتها دي. تمام. معايا توم، طماطم، فلفل. ده للبطاطس. انا مش هعمل صينيه بطاطس، انا هعمل بطاطس كده مثلا بطريقه كده سهله زي ني في ني كده، بس يعني طريقه سهله ومفيده جدا يعني. معايا هنا دي بهارات الفراخ. تمام. التتبيله بتاعت الفراخ: بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم، آه، معلقه صغيره سكر. تمام. معلقه يا جماعه، معلقه اللي هي 7 بهارات. تمام. معلقه صغيره من اللي هو التلات بهارات بتوعتي، اللي هم التلاته على بعض، اللي هو فلفل، كمون، كزبره. حطيت منهم معلقه، ما عارفه، معلقه الشاي صغيره كده، نفس الموضوع. انا مش ملياها بهارات قوي علشان عايزه يبقى طعم كده الفراخ فيها. انا بحب الفلفل قوي، ولادي بيحبوه، فانا حطيت فلفلايه كده بتطعم الاكل. مبدئيا انا بحبها يعني، بحب طعم وريحه الفلفل في الاكل. هحط كده كام فص توم. تمام. هنا كده. طبعا الطماطم دي كلها مش للفراخ، مش للفراخ يعني بس. تمام. ده انا هاخد حبه صغيره منها. هحط شويه ماء عشان اعرف اشغل الخلاط، عشان خلاطك ما يبص طبعا. دايما مش عايزه اقول لكم يا جماعه، كل مره لازم تشيلوا الفيشه دي. فيشه الفيشه بتاعه الخلاط، اي فيش ما تسيبوهاش، لازم تشيلوها. معانا هنا بصي، انا قطعت بصلايه كده وفلفلايه. انا بقطع البصلايه كده، قطعته كله صغير كده يعني، هي المكعبات اللي هي مش كبيره. قطعت بطاطس وفلفل وبصل. تمام. هحطه في الحله هنا كده. انا هعمل كده ازاي؟ ني في ني كده، حاجه سريعه يعني. طبعا كل ده انا غسلاه. تمام. هنا حطيت كده الفلفلايه دي كده. حطيها سليمه. لو عندك اطفال، لما تحطيها سليمه وانتي كده ما بتنزلش. يعني ما بت... يعني الشطه بتاعتها مش بتنزل يعني، هي بتبقى يعني حراقه كده، الحرقيه اللي هي بتاكلك، بس مش بتلسع يعني قوي. حطيت طبعا هنا الطماطم اللي انا ضربتها بالثوم. تمام. حطيت حبه كده حلوين، وانا عامله اكل كده خفيف وسريع، خصوصا ان انا ما كنتش قادره اقف في المطبخ يعني. ديت البهارات بتاعتنا يا جماعه. المعلقه الصغيره خالص ديت اللي هي ال3 بهارات. تمام. معلقه سكر صغنونه خالص. ال3 بهارات بتوعتي وال7 بهارات بتوعتكم. عشان نبقى متفقين. معلقه بابريكا صغيره، معلقه كركم صغيره، معلقه توم باودر صغيره، معلقه فلفل بتاع ده، توم باودر، وبصل باودر. انت طبعا حط البهارات اللي انت عايزاها. حطيت كده معلقه زيت، وحطيت معلقه صغيره خل. كل ده في الطبق كده. انا ما حطيتش ليها بصل، ولا حطيت ليها توم، ولا اي حاجه خالص، عشان انا حاطه يعني ما حطيتش فريش. حطيت التوم البودر والبصل البودر. ماشي. والطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط دي هي فيها توم يعني. الخلطه السايله ديت بتبقى تحفه جدا في الفراخ، انا عايزاكي تجربيها. اسفه لو متلخبطه او مش مجمعه، والله هو البرد بيعمل معايا كده. بس انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، قلت لازم انزل فيديو. تمام.
دول شويه صغيرين خالص هحطهم على الخلطه بتاعتنا بتاعت الفراخ المشويه دي. كده بقى خلطه الفراخ المشويه، بصوا لونها جميل ازاي، بتدي طعم تحفه. التوم البودر متوفر في كل حته، التوم البودر والبصل البودر، وسعرهم مش غالي. انا بجيب حاجات قليله على قدي عشان متقعدش كتير وتبوظ، بجيب حاجات قليله على قدي وبتخلص بجيب تاني. تمام. مش متواجد عندك التوم البودر والبصل البودر، حطي فريش جميل زي الفل. حتى لو هتعصري ميه البصل لو انت مش عايزه التفل بتاع البصل يعني. طبعا انا فاصله الجلد كده عن اللحم بتاعه الفراخ عشان التوابل والبهارات والخلطه بتاعتنا دي تخش جوه كده في الفرخه. واعملي فتحات بسيطه كده علشان ايه تشرب كده الفرخه الخلطه بتاعتنا. تمام. خصوصا ان انا ما خليتهاش تقعد وقت كبير يعني انا ما خليتش الفرخه تقعد وقت كبير في الخلطه دي. يعني من الاحسن تسيبيها ليله طبعا كامله في التلاجة، بس انا خليتها كده بتاع ساعه. فاهماني؟ شايفه انا فاصله الجلد خالص عند الوراك والصدر، فاصله الجلد خالص خالص. لازم تدخلي كده ايدك كده علشان خاطر الخلطه تخش جوه. عشان هو ايه الفرق طبعا بين الفراخ المشويه والفراخ المسلوقه؟ الطعم اللي هو بتاع الفراخ ده. عشان كده انا عيال ما بيحبوش الفراخ المسلوقه قوي يعني مهما اسلق فيها واحمر فيها، لا هما الفراخ اكتر حاجه مفضله بتاعتهم الفراخ المشويه. بص انا فاصله الجلد ازاي تحت حنفيه، امسكيها كده ظبطيها طبعا ونقعها كده في شويه خل كده، شويه دقيق، شويه ملح، شويه اي حاجه زي ما بتغسلي فراخك طبعا. بصي لما انا فاصله الجلد، بصي التوابل والخلطه بتروح فين، بتوصل لغايه فين. ده طعم حلو جدا جدا يعني. شايفه؟ بص عشان انا مسكتها كده تحت الحنفيه الصراحه يعني انتقمت منها، ظبطتها خالص. شايفه واصله لغايه فين؟ هي الخلطه لما بتخش كده في الفرخه كلها بتطعم الفرخه يعني، بتدي طعم جميل جدا يعني. بص طبعا الفراخ المشويه في توابل كتير جدا ليها وفي خلطات كتير جدا ليها، وانا عملتها كذا مره وعملتها يعني كتير بطرق مختلفه يعني. عايزاكي بصي تغلفيها كلها بالخلطه بتاعتنا دي من بره ومن جوه تحت الجلد وفوق الجلد وظبطيها يعني. انا عملتها كده وهسيبها. دي شوربه يا جماعه انا مطلعاها مسخناها علشان اعمل بيها الاكل. انا حطيت كده البطاطس بتاعتنا على النار وحطيت عليها الشوربه. البطاطس دي عليها طماطم، عليها طماطم، عليها كده فلفل، بصل مقطعاه، فلفل مقطعاه، والبطاطس. تمام. والفلفل التوم سوري انا دقاه عفوا. التوم انا ضرباه في الخلاط مع القوطه. خلاص هحط كده سنه ملح كده ماشي، واحط البهارات بتاعتنا. دول التلات بهارات بتوعتي. تمام. وانا مش هكتر اكتر من كده، مش هحط توابل كتير قوي. انا بحب التلات بهارات دول بضربهم على بعض لان اكتر تلات بهارات انا بستخدمهم اللي هو الكمون، الفلفل الاسود، الكزبره. تمام. طبعا عايزاكي تنقي اقدم صينيه عندك عشان بتتحرق، اقدم صينيه عندك. والبتاع دي رخيصه ومتوفره في كل حته. طبعا هي نظيفه وانا بستخدمها واغسلها واشيلها كل مره، بس هي يعني لو عامله كده ده من المحروقه يعني. طبعا انا هحط الفرخه كده فيها. وقلتلك من الاحسن تسيبي الفرخه كده يعني اكبر وقت ممكن. واستني طبعا اللي هو
العمود ده كده في النص. تمام. الحركات دي كلها الموجودة ديت، غير ان انت تحط كده على يعني على الفرخة كده عشان يديلك لون ويدي طعم طبعا. عايزاكي تحطي مية فيهم وتفضيها في الصينية، عشان انت لازم تحطي مية في الصينية عشان الصينية متتحرقش. هي كده كده بتتحرق بس ايه يعني مبتحرقش قوي. ادعوا لنا بقى الشتا كده تعدي على خير، عشان احنا طول الشتا واحنا تعبانين اللي ما بيحب الشتا زي كده يقول. اهو دي انا حطيت عليها ميه من حنفيه، ميه عاديه خالص، وحطيتها هنا. آه بتطلع الريحه بالتوابل طبعا كده، بتطلع الريحه طبعا في الفراخ، بتدي طعم طبعا وريحه احلى طبعا. زي ما هو كده انا شايله الشبكه اللي في النص دي، تحطيها على البلاطه. تمام، شايفه؟ شايله الشبكه اللي في النص، تحطيها كده على البلاطه على طول. خلاص، وهتسيبيها. هي خدت مني تقريبا بتاع مثلا ايه، ساعه وربع، ساعه ونص كده بالكتير، عشان هي الفرخه يعني كبيره شويه كده. بعد ما طلعتها طلع تحفه يا بنات، طعمها حلو جدا، طعمها مختلف جدا. اتمنى تجربوها. وطبعا عملت معاها شوربه لسان عصفور، وعملت رز بشعريه طبعا عملته معاك قبل كده، مرضيش اصوره. واتمنى يا رب كده ان الفيديو يعجبكم. يا ريت تحطوا لي لايك، واللي مشتركش يشترك في القناه. شكرا يا حبايب قلبي على المتابعه.